اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، لسه مستمرين مع حضراتكم واخر فقره من فقرات يوم جديد. النهارده بتكون فقره ثابته كل يوم خميس وهي الفقره الرياضيه. حرصا منا على نشاط حضراتكم وعلى صحتكم بنقدم فقره بسيطه. الفقره الرياضيه بيكون فيها تمارين ممكن تعملوها في البيت، وبينورنا فيها كالعاده كل يوم خميس كابتن محمد معروف. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا استاذه رنا، وصباح الخير على بلدنا الغاليه مصر. تكون في امان على طول باذن الله. يا رب. صباح الخير عليكم وعلى كل الناس. النهارده ميعادنا مع تمارين البطن وتمارين الاعصاب. زي ما قلنا في بدايه يومنا، يمكن مشاكل البطن بتكون كتيره، ولذلك ممكن نقوم ببعض التمارين الخفيفه معاك. تبدا بايه يا محمد؟ باذن الله هنبدا بحاجه بسيطه، بورمنج اب خفيف، احماء خفيف، تمرينات المعده. اي حد بيصحى من النوم بيعمل التمرينات دي، اللي عنده نسبه فات او نسبه دهون على المعده، يعملها قبل ما ينزل على الشغل 15 دقيقة يعني أو 10 دقايق إن شاء الله. حلو جدا. هنبدأ بورمنج أب خفيف، حركة خفيفة. أهم حاجة قبل ما أعمل أي تمرين أعمل إحماء خفيف أو وورمنج أب لمدة مثلا 3-4 دقايق بس. طبعا أنا مش هقدر أعمل 3-4 دقايق لأن خلاص وقت الفقرة لازم نسخن يعني زي ما بنقول بالظبط كده، إحماء خفيف للدورة الدموية. هنبدأ أول حاجة بقى بالتمرين للأبز إن شاء الله، اللي هو عضلات المعدة اللي هي العضلات السفلية. نبدأ بالجيم بول إن شاء الله. تمرين سهل وبسيط، بس هستأذن حضرتك آخد الكرة الخضراء دي. الكرة الخضراء اتفضل. تكون كويسة كده على بلدنا بإذن الله، تكون مصر كلها تكون خضراء إن شاء الله. هنبدأ تمرين سهل جدا أو تمرين متقدم لتمرينات المعدة أو بالشكل ده. التمرين ده بنجيب فيه 10 عدات في 3 ادوار. 10 عدات في 3 ادوار، هنكرره 3 مرات. محمد، لو ما عندناش طبعا الكوره في البيت، ممكن نستغنى عنها بترابيزه مثلا، باي حاجه اعلى مننا شويه؟ لا، هو طبعا على الفل اللي احنا بننام عليه او الموكيت التقيل في البيت، وهنحرك الساقين من اسفل الى اعلى. طبعا التمرين ده بيبقى بسيط، يمكن انا قلته، بس التمرين ده يكون متقدم بالنسبه لتمرينات البطن. هنعمل برضه تمرين تاني العضلات اللي هي السفليه، العضلتين اللي تحت، اللي هو تمرين البطن بالشكل ده. 1 2 3 4 5. طبعا اهم حاجه في التمرين ده اللي تكون الرقبه على الارض، ومشط اليد اسفل الجلود، عشان ما تسببش في اي اصابه او اي مشاكل في عضله القطريه. طبعا التمرين ده سهل وبسيط. برضو 3 مرات. 3 مرات في 10 عدات. احنا بنحتاج نعمل التمارين دي يوم بعد يوم، يعني مثلا 3 مرات في الاسبوع علشان تبدا تجيب نتيجه معانا؟ 3 ايام في الاسبوع هتكفي. طبعا التمرين ده لازم يوم بعد يوم. هنبدا برضو تمرين عضله التويست من خلال الجيم بول، برضو من خلال الروب بالشكل ده. طيب محمد، كنت عايز اسالك على شرب الميه. يمكن في بعض الناس بتفضل انها تشرب الميه قبل التمرين، ناس ثانيه تقول لك لا، الصح اثناء وبعد التمرين. صحيا بقى ايه المظبوط؟ المفروض نشرب ميه بكميات قد ايه قبل ولا بعد؟ هو بالنسبه للناس اللي عندهم نسبه فات او نسبه دهون على المعده، شرب الميه مهم جدا قبل التمرين ب 15 دقيقه. قبل التمرين ب 15 دقيقه؟ طب واثناء التمرين نفسه؟ لا، اثناء التمرين ممنوع طبعا، عشان ما يعملش تقلصات للمعده وما يعملش عمليه افساد للتمرين. ده بالنسبه لتمارين البطن بس، ولا اي تمرين هنقوم بيه حتى لو كانت رياضه المشي، اي رياضه عامه؟ لا، هي رياضه المشي تختلف عن تمرينات الابز او تمرينات في رياضه المشي مسموح مثلا بتناول الميه بس كميه خفيفه قليله، او اي تمرين تاني برضه، يعني حتى لو لعضله الباك، لعضله يعني يفضل تناول الميه قبلها بربع ساعه. بالظبط كده. واثناء التمرينات العاديه قلنا نشرب ميه، مفيش اي مشكله. هنعمل برضه تمرين تاني في التويست باستخدام الروب. بفتح الساق واسع، بنزل بتني الركبه تانية بسيطه. بالنسبه للناس اللي عندهم نسبه زياده في عمليه الوسط والارض، طبعا التمرين ده باستخدام روب كويس جدا، او
لو مفيش شروب زي كده ممكن نستخدم اوستيك. مم. ممكن يعني نبدل الحاجه بحيث ان احنا نوصل في الاخر لنفس النتيجه. او تكون الحاجه اللي هي متواجده في داخل البيت علشان ما تبقاش مكلفه على اي حد. بالظبط كده. او في برضو حاجه برضو عاوز انوه عنها، بالنسبه لتناول الفاكهه، يمكن حضرتك كنت بتكلميني قبل الهوا. مهم جدا فعلا نعرف الفاكهه المسموحه ايه واللي ممكن كمان تساعدنا على انقاص الوزن. هي طبعا التفاح بس بكميه بسيطه. لو زاد طبعا كتره، ما اي حاجه عامه لو زادت عن حدها بتقلب للدهب. بالنسبه للموز، ثمره الموز ثمره واحده كويسه لعمليه التخسيس. مهم جدا برضو تناول الفاكهه خلال اليوم. مسموح مثلا بكام ثمره تقريبا يا محمد؟ يعني بالنسبه للناس اللي عندهم نسبه فات او نسبه دهون ممكن ثمرتين او ثلاثه بين الوجبات. او في حاجه برضو مهمه جدا عاوز انوه للساده المشاهدين عليها. تناول يمكن بعض الناس بيقعوا في الحكايه دي، تناول الفاكهه بعد الاكل مباشره، طبعا ده خطأ جدا جدا. يمكن مفاهيم غلط ورثناها او توارثناها مع بعض الناس، احيانا تحب تتغدى وبعدين يقول لك نحلي بقى بفاكهه، بثمره فاكهه او ثمرتين. ده مش مظبوط صحيا من وجهه ده نظري. مش مظبوط. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام حتى كان بيتناول الفاكهه قبل ما ياخد الوجبه بتاعته. لان بحيث الهضم اخر حاجه بتنزل في المعده هي اللي بتتهضم. اذا لو كنا فاكهه بعد الخضار او وجبه الفطار او وجبه العشاء او حاجه زي كده، هيكون فيها سرعه الهضم بطيئه وهتتخزن لدهون هتبقى شديده في منطقه القبس والجسم كله. مره تانية نرجع للتمارين يا محمد، ممكن تقدم لنا ايه؟ يعني النهارده ان شاء الله بقى هعمل تمرين مهم جدا للاعصاب، هو باستخدام الجيم بول. هنبدا تمرين ضغط. طبعا التمرين ده يمكن انا عملته في كذا حته برضو، يمكن عملته بس بيطلب مني الناس اللي هي المتقدمه اثناء ممارسه التمرين. هنبدا نعمل تمرين ضغط من اسفل الى اعلى بالشكل ده. طبعا الناس اللي هي عندها نسبه فات مش هتقدر تعمل التمرين ده. هيبقى صعب. طبعا هيبقى صعب جدا. وفي تمرين برضو حتى لو باستخدام الجيم بول، الفوتبول الصغير برضو. طيب دي متوفره بقى في كل البيوت. دي متوفره والاطفال بيحبوها. صحيح. يعني كرة القدم مشهوره ما فيش بيت يخلو من الكوره. بالمناسبه بحيي النادي الاهلي في وقت الظروف الراهنه اللي هو عامل لنا. كانت مباراه قويه جدا صحيح. باذن الله ربنا يوفقه بقى في يا رب يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي هو يعتبر مصر، بيمثل مصر اكيد. في وقت يعني. وفي برضو حاجه مهمه برضو يا استاذه رنا عاوز انوه عنها. الحركه بتيجي اثناء الرياضه، والحياه مجرد حركه. اذا الرياضه ليها عنصر اساسي في حياتنا او في المجتمع بتاعنا. بالنسبه في بعض القنوات الرياضيه بتخش في اطار السياسه، بتبعد عن المضمون الرياضي، بيتطرقوا لمواضيع سياسيه. يعني هو بيبقى وجهه نظر الساده المذيعين ان احنا بنحاول نواكب الاحداث، بنحاول ان احنا نكون مع المشاهدين خطوه بخطوه. انت بتشوف ده ازاي يا محمد؟ لا، هو يعني انا زي ما بقول لحضرتك الرياضه مجرد حركه، والحركه من الحياه. اذا الرياضه عنصر اساسي في مجتمعنا. طبعا بحيي المسؤولين في القناه الثقافيه اللي هي بدات تعمل فقره رياضيه في البرنامج الناجح. طبعا لا الحقيقه عندنا فقره رياضيه، وعندنا يوم الثلاث فقره عن التغذيه، واخدين بالنا. لا انا بنوع على الحته الجانب الصحي والنفسي للناس. انا بنوع على الحته دي. احنا انا في قناه ثقافيه دلوقتي، احنا بنتكلم عن الرياضه. في بعض القنوات اللي هي مخصصه بالرياضه مش بتدي الاهتمام الكافي من وجهه بتتكلم نظرك. في اطار تاني. طب واحنا كده بنعمل بلبله في بلد. مهم التخصص. انت شايف ان مهم كل واحد يعني يقدم الشيء المظبوط في مكانه يعني. بالظبط كده. نبدا تمرين ضغط زي ما قلنا بالشكل ده. طبعا التمرين ده مهم جدا للاعصاب.
محمد انا حاسه ان اي حد من مشاهدينا هيعمل التمرين ده هيقع يعني. لا هو بس مش عارفة عمليه ليه حاسة اتزان. إن انا طبعا طبعا انت بعد يعني علشان انت كابتن وعلشان انت على طول بتمارس الرياضه، بس انا بتصور ان اي لا حد فينا والله ممكن هو يطلع على الكوره دي بيعمل كده يلاقي نفسه في الارض. لا، ما هو تمرين متقدم يعني. احنا كان اتكلمنا الاسبوع اللي فات تمارين متقدمه. اتكلمنا على تمرينات اعصاب، كان في وقت راهن او وقت يعني كان في الوقت بس مش سامح، فاحنا قلنا نعمل تمرين متقدم. لازم طبعا نكون اخذنا الخطوه الاولى اللي هي ان احنا بنعمل ضغط من غير استخدام الكوره. يمكن لو شويه شويه بدانا ان احنا نمارسه بشكل منتظم يمكن ناخد الخطوه الحلوه بتاعتك دي. بالظبط كده. يعني بالنسبه للسيدات بقى يا استاذه، خلينا ندي بقى السيدات برضو. اتكلمت برضو تقريبا مع في فقره قبل كده مع استاذه كورين او مش فاكر مين بالظبط. الضغط طبعا بالنسبه للسيدات بيبقى فيه تاني الايه الركبه. تمام. طيب ممكن نعمل ايه تاني برضو تمارين تكون بسيطه وتساعدنا على التخلص من البطن الزياده اللي بنعاني منها كلنا سواء سيدات او رجال؟ برضو مشكله بتواجهنا ده حتى يا محمد الاطفال للاسف الشديد بقينا نشوف اطفال صغيرين ممكن 7 و8 سنين وللاسف برضو ليه بطن. الجانك فود والوجبات الجاهزه السريعه هي عامل بالتاكيد اساسي في ظهور البطن للاطفال. بتشوف الظاهره دي ازاي لانها ظاهره خطيره جدا؟ هي دي فعلا ظاهره يعني للاسف ظاهره واضحه عندنا في مصر. بالنسبه للاطفال عدم ممارسه الرياضه، بيقعدوا مثلا على كمبيوتر، بيقعدوا العاب ترفيهيه، فاحنا ممكن نستخدم بالنسبه للاطفال تمرينات بسيطه باستخدام استك مطاط، باستخدام صندو، باستخدام فوتبول، باستخدام الحاجات دي كلها. على اي حال انا بشكرك جدا جدا يا محمد على تمارينك النهارده، وان شاء الله نتواصل معاك الخميس الجاي بتمارين مختلفه دايما بتهم كل البيوت المصريه. شكرا. شكرا. مشاهدينا الكرام كنا مع حضراتكم على مدار ساعه ونص على الهواء، حاولنا ان احنا نركز على فكره واحده وهي فكره المشاركه، ونزلنا باذن الله يوم السبت الجاي للاستفتاء على دستور مصر بنعم او لا، حريه كامله وحريه مطلقه لحضراتكم، ولكن الاهم هو نزولنا ومشاركتنا. شكرا لكل زمايلي خلف الكاميرات وكل فريق عمل يوم جديد، فريق عمل يوم الخميس. نشوفكم ان شاء الله بكره على الف خير الساعه 10 الصبح. خليكم معانا. باي باي.